السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود فاروق. النهارده هنتكلم مع بعض عن ماتش ليفربول وبورنموث. الماتش اللي خلص 3-2 لبورنموث في الدقيقة حوالي 94 حطوا الجون التالت. لو انت متفرجش على الماتش احب ان انا اقول لك حاجة. بورنموث بتكسب والليفر بتحاول ترجع للماتش. ابتدى الماتش واستاذ فان دايك عمال يسبب كوارث ملهاش اول من اخر. من اول السيزون انا اتكلمت في كذا فيديو، اظن لا هما فيديوهين، انا ما بطلعش اتكلم عن ليفر كتير. فيديوهين انا اتكلمت عن فان دايك وكوناتي، الاتنين دول اسوأ ناس موجودين في ليفربول. يليهم حاليا يليهم استاذ محمد صلاح. للاسف يعني انا ما كنتش حابب ان انا محمد صلاح بحبه جدا، بس مستواه وحش قوي دلوقتي. تعال نبص على الجون الاولاني كده عشان نشوف حوار الاستاذ فان دايك. بدأ ان هو لعبها كرة طويلة فنزلت زي ما احنا شايفين. استاذ فان دايك اهو مع اللعيب ده، بس مش مطلوب منه المستحيل. سيبك من ان هو وراه مدافع، وراه قصدي مهاجم اللي هو ايفانيلسون، اظن ده رقم 9. وهو سايبه في الطراوة. هو ده لو تعرضت له هيحطها جون طبيعي يعني. فانت بتغطي عليه، فانت لازم تغطي تأمن ان الكرة تخرج بره، او ان انت تحاول انت تطلعها رامي التماس، او ايا يكن انت دماغك فيها ايه، بس ما يستفادش منها عشان وراه لعيب هيبقى انفراد وهيحطها في اليسون. اللي حصل بقى كالاتي: خلاص فان دايك هو الكرة، يعني اللعيب حاول يجيبها، ففان دايك قال له ايه، يا عم بقى يا عم احنا لسه هنجري وراها، ما خلاص يا عم تسيبها تطلع بره. فده راجل عنده جرينتا كده وعنده حماس بصراحة. ففضل مع الكرة ما خرجتش، بدأ ان هو حطها ايفانيلسون راح دن على طول اهي. خلاص الجون الاول. يعني سيبك كمان ان في شويه لعيبه برضو لوحديها في ال 18، انا ما اعرفش بقيه الفرقه دي فين. يعني ليفربول كلعيبه انتوا فين؟ ما جيت سأل ارن سلوت قال لك اللعيبه مستواها وحش. ما هو لو هي مستواها وحش، يعني اظن اللعيبه الكواليتي بتاعتها كويسه. اظن يعني فريم بونج دوت المفروض ان هو لعيب كويس، انت لسه مشتريه. جابكو او جاكبو دوت ده المفروض ان هو لعيب كويس، ماكاليستر لعيب كويس. كيركيز اللي انت جايبه على الشمال، باك الشمال بتاعك، اظن ده لعيب كويس. انت جايبه هو كويس، يعني انت دفعت فيه فلوس عشان هو كويس. وفريم بونج عندك على ناحية اليمين، عندك ماكاليستر، عندك سوبوزلاي. يعني احسن واحد السنة دي موجود في ليفربول هو سوبوزلاي بدون منازع. يليه ايكيتيكي. يعني هما الاثنين ممكن ينافسوا على مين احسن واحد موجود في ليفربول حاليا. الاثنين مؤثرين، الاثنين بيحاولوا يجتهدوا، الاثنين بيحاولوا يعملوا اللي عليهم، ودي حاجه تتحسب لهم هما الاثنين. بقيه الفرقه فين؟ مفيش اي فرقه، مفيش فرقه. يعني دور على الفرقه كده هتلاقي محمد صلاح. يا عم بقى كرة خليها تطلع بره يا عم. يا عم انا لسه هخش التحم مع اللعيب، يا عم سيبها له. وحاجه كده من ذاك العبث. يعني فان دايك ده لو حابب ان انت تعمل محتوى كل اسبوع، انت ممكن تعمله عن فان دايك. والله العظيم فان دايك اقعد اتفرج عليه كده، قمه العبث قمه العبث. المهم يعني تعال نشوفها كده من زاويه تانية. اهي الكرة اهي، كان بيحاول ان هو يوقفها ما عرفش يوقفها، تمام. لعيب اهو، لعيب عنده حماس قال له لا 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 انا مش هسيبها. اهي حاولت تطلع. بص شايفين اهو، هنا في اتنين في ال 18. في اتنين لعيبه في ال 18. اتنين لعيبه في ال 18 دول بيلعبوا لوحديهم. هو جوميز دلوقتي هيبتدي ان هو يضغط عشان يعني عارف اللي هو ايه، يلحق اللي يقدر عليه من ورا فان دايك. بس للاسف هيكون ايفانيلسون حط رجله الاول وحطها جول. طب ما تيجوا استنوا كده، والله لو اوريكم حاجه. في 3 لعيبه هم شايفينهم، انا ما اعرفش دول بيعملوا ايه. والله ما اعرف بيعملوا ايه. انا نفسي اعرف هما بيعملوا ايه. فريم بونج، واظن كيركيز ده اللي هناك، وده اظن ماكاليستر، وده جوميز، وده الاستاذ فان دايك. ايه بقى المنظر ده؟ يا عم ارني، ايه يابا، ايه يابا انت مش اللعيبه؟ طب اللعيبه مستواها وحش، قول لها طب تقف ازاي. قول لها اما يكون في كرة ما طلعتش بره الملعب، قول لهم ممكن تعملوا ايه. يعني حاول انت تفهمه. انما بالمنظر ده انا شايف واحد بيحاول ان الكرة هو ما تطلعش بره، وفي اتنين بيحاولوا ان هم يفتحوا لنفسهم مساحة عشان يحطوها جون. وادي الجون كله فاضي اهو، فاضي، الجون فاضي. يلا ما علينا، ما علينا. يا عم
قدر الله ما شاء فعل يا عم، جون دخل يا عم ولا نسأل عنه يا عم. يا عم هو فان دايك بس اللي احنا ايه هنحاسبه عليه اهو. اهو. هل التلاتة دول فكروا حد فيهم يرجع؟ والله العظيم ولا حتى واحد اتحرك من مكانه. اللي هو يا عم بقى، يا عم متوجعوش قلبنا، كده كده هتخش جون. الكرة دي اتكررت كذا مرة مع الأستاذ فان دايك. يعني الكرة أنا دي أظن يسأل عنها فان دايك بنسبة 99.99%. هو بيبص عليه، يعني شايفينه يا جماعة، هو بيبص عليه مش بيبص على الكورة. الكورة فوق اهي، هو بيبص عليه هو. المهم اهو. تمام، هو رجعها ابن نصر حطها جون خلاص، محدش يسأل عنها غير المعلم اللي هو يفضل بطة ده. ده الجون التاني. ده الجون التاني ماشي. الجون التاني كان في الدقيقة 32 اهو. احنا خلاص اهو رجعنا واقفين كده اهو. هو هنا كسر الاوفسايد اهي. الكورة بدأت تطلع من رجله، بص اللعيب ده فين. هو ستيل هو اللي كاسر الاوفسايد. الكورة اتلعبت كده واللاعب حطها، بقوا 2-0. لغاية لما نيجي قبل الشوط الأول ما يخلص اه. ادي كورنر. المهم قبل الكورنر ده عايز اقول لكم على حاجة. محمد صلاح رفع مثلا بتاع 132 كورنر. كل الكورنرات بيلعبها على البعيدة، مفيش حد واقف على البعيدة، يا اما هي بتطلع بره. ليه يا محمد صلاح؟ معرفش. محمد صلاح انت مبقتش في المنتخب، يعني احنا هنا مش في منتخب مصر خلاص، احنا دلوقتي بتلعب في ليفربول. اتلعبت على القريبة اهي، فان دايك حطها. محمد صلاح كل الكور اللي كان بيرفعها على البعيدة، لغاية اما جت كورة بقى من الناحية التانية، فمحمد صلاح مش هيرفعها من الناحية دي، فلعبها ماكاليستر يعني رفعها على القريبة، فان دايك دخل حطها بقت جون. محمد صلاح انت مستواك سيء جدا، والله يا محمد صلاح مستواك سيء لدرجة وحشة قوي. انت حتى لما بيجيلك كورة يا اما بتقطع منك، يا اما انت مش عارف مش عارف تستغلها، مش عارف تستخدم امكانيات، مش عارف تعدي، مش عارف تباصي حتى، مش عارف تعرضها، مش عارف ترفعها. مفيش يا محمد صلاح، ما اعرفش ايه اللي جرى، انت نسيت الكورة ولا ايه؟ الله اعلم. لحد ما نوصل للدقيقة 80 جماعة، ليفربول الاستحواذ بتاعها في الماتش بيوصل لحوالي 70%. الناس اللي اتفرجت على الماتش اكيد شافت ليفربول مسيطرة على بورنموث في ال 18 بتاع يعني المنطقة بتاعتهم في ال 18. هم ضاغطينهم بس والله. ومش محدش عنده حلول، محدش عنده حلول، ولا محمد صلاح ولا سوبوزلاي ولا فيرتس ولا مينتس ولا الهوا، محدش عنده حلول. ما عنده سيئين قوي. معرفش بقى التوليفة. وحاجة برضو كمان بتدعو للتأمل بصراحة. ليفربول هو كان الهجمات المرتدة والتحولات. دلوقتي بصراحة احنا مبقيناش شايفين الكلام ده خالص. الكلام ده مبقاش موجود. الكلام ده بقى فيه بطء، تحس ان فيه بط. عارفين البط اللي هو بيبقى ما تلاقي حد كده مش عايز يتحرك، فيقول له انت بقى ليه بقيت عامل زي البطة كده. هو بقى شبه البط. هجمات مرتدة، مفيش هجمات مرتدة. احنا على قد ما نقدر هنحاول نبطئ الكورة ونبطئ الهجمة. الحلول على فكرة يا جماعة، سوبوزلاي لو تتفرجوا على الماتش بتاع اظن كان مارسيليا، سوبوزلاي من اللعيبة اللي فارقة مع ليفربول. والله العظيم لعيب ذكي، لعيب ذكي وبيعرف يستغل اللي حصل في الماتش ويستغل الظروف والكلام ده. فاول من على ال 18، بما اننا احنا كنا قاعدين 3 ساعات قدام ال 18 فعرفنا ناخد فاول اهو. محمد صلاح بدأ ان هو بصيها عمل زي اسيست كده لسوبوزلاي. سوبوزلاي حطها، وكان فيها نسبة توفيق كبيرة قوي بصراحة، عشان ان هي ما تخبطش في اللاعب بتاع بورنموث اهي. فكان فيها توفيق كبير. المهم دخل الجون، بقينا وصلنا 2-2. الحاجة الوحيدة اللي نجح فيها ليفربول هو الاستحواذ فقط لا غير. هاجم بقى واعمل وسوي ما فيش منه. طب ليه يا معلم ما بدأتش بإيكيتيكي؟ ليه بتلعب بمحمد صلاح وجاكبو او خاجبو؟ اتنين ما عندهمش حلول. كنا وصلنا للدقيقة 94 اهو، عشان تبقوا شايفين برضو الدقيقة 94. هو كده كده كان مدي 4 دقايق وقت بدل ضايع. كان قبليها والله لا، انا اوريكم الموضوع ماشي ازاي. اللاعب ده هو اللي بيلعب التماس او دار يعني رمية التماس. هو قبليها كان لاعب رمي التماس من نفس المكان اللي هو واقف فيه ده، بس من ناحية تانية من الملعب.
لعبها بيلعبها كده جوه ال 18 اكنه بيلعب ركنيه. المهم لعبها من هناك هوب، مش عارف مين يعني طلعها، اظن كان محمد صلاح اللي طلعها الناحيه دي او حد تاني. المهم طلعت الناحيه دي، فالراجل جه من اخر الملعب، احنا بنتكلم على الدقيقه 94، جه من اخر الملعب لهنا وراح لعبها بنفس الكونسبت اللي احنا بنتكلم فيه ده. فبدات ان هي نزلت اهي اهي، خبط 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 لحد ما جه اسمه ايه ده، ادلي باين وتوصل النتيجة، وتبقى النتيجة 3-2. خلص الماتش. ارني سلوت الحمد لله، انت اخر اظن 4 مطوشة انت متعادلهم كلهم او 5 مطوشة حاجة كده يعني. بس خلينا في اخر 4 مطوشة والنهاردة الخامس. لو انت كل لو انت كل ماتش بتاخد منه 3 نقط، المفروض ان انت تكسب يعني. فالمفروض ان انت كان معاك لغاية دلوقتي 15 نقطة. عارف انت جمعت منهم كام؟ ال4 ماتشات اللي قبليهم كل ماتش جبت منه نقطة تعادل. لغاية اما جيت النهاردة الحمد لله، الحمد لله انت خسرت، اللهم لك الحمد. انا مبسوط جدا انت خسرت. عارف خسرت ليه؟ عشان انت كل حاجة بتذلنا بيها تقول لك ايه بقى، كل حاجة بتقعد تقول ايه، والله اصل اللا هزيمة بقى، دي 13 ماتش لا هزيمة. طب هم خلصوا الحمد لله. ادي خسرت في الدقيقة 95 من بورنموث. ما عندكش حلول. والله يا جماعة ما عنده حلول. انا اتفرجت على ماتش يعني خنيق والله العظيم. مفيهوش اي كوره، مفيهوش اي حاجه تذكر. هجمه مرتده، كره بتتقطع، مفيش اي افكار بتطبق. انا قلت لكم جون حطه فان دايك من ركنيه، ده عادي. الجون التاني سوبوزلاي كره حره يعني ضربه حره مباشره. المهم لعبها له محمد صلاح اسيست كده، رجعها له سنه لورا، راح هو دخل شايطها. سوبوزلاي احنا كده كده عارفين سوبوزلاي حتى لو ايه يعني بنسبه 60% هيحطها جون يعني. فانا ما شفتش اي فكر ليك يا ارني، عم ارني سلوت انت ولا ارني بتاع. اتمنى ليفربول يفوقوا. ارني سلوت لو كان خد الدوري السنه اللي فاتت، فهو خد الدوري عشان ما حدش كان شايف قدامه. ما حدش كان شايف قدامه. كانت ارسنال بتقع، كانت السيتي لسه في الانحدار اللي هي فيه لغايه دلوقتي. ما كانش حد شايف قدامه، فانت دخلت قعدت تكسب تكسب تكسب، لقيت نفسك فرقت، فقلت ياه ده انا جامد قوي بقى. ده انا اخش انجلترا نيمهم من المغرب. ده انا اخش دوري الابطال اطلع باريس. ده انا لا، لا والله. انت ما عندكش اي افكار، ما عندكش اي حاجه بصراحه تذكر. تبديلاتك وحشه. يكيتيكي كنت مصمم ان هو ما ينزلش، اديك نزلته غصب عنك. يعني اظن هو لو كان موجود من الاول كان ممكن فرق معاك، كان ممكن حط لك جون. كان في فرص كتير بصراحه ناحيه محمد صلاح في اول الماتش، كلها بقت بالفشل. محمد صلاح مش شايف قدامه. انا مع ان محمد صلاح على فكره عادي ممكن يقعد على الدكه عادي. محمد صلاح ما يلعبش 90 دقيقة، ده برضو عادي. بس هو كان لازم يريحه النهاردة عشان هو اتحط عليه يعني. كيتيكي كان بيلعب 90 دقيقة كل ماتش، فقال لك ايه اريحه النهاردة. اولا واخيرا لو عجبك الفيديو اتمنى يا جماعة تعملوا سبسكرايب. ليه ما تعملوش لايكات يا جماعة؟ والله العظيم بجد. يعني مش هتخسر حاجة يعني. اعمل لايك، اعمل سبسكرايب. لو في حاجة جديدة ان شاء الله هتجيلك هتشوف. اعمل كده. مش عاجبك اي حاجه خش قول لي، انا مش عاجبني اي حاجه من اللي انت بتقولها يا عم، هقول لك تمام والله العظيم على دماغي. يعني مش هخش اشتمك ولا حاجه يعني، تمام. حابب ان انت تقترح موضوع معين، اقترح موضوع معين وتعالى نناقشه سوا، او في حاجه عايزين نتكلم فيها تعالى نتكلم فيها. ده كان تحليل الماتش النهارده من وجهه نظري. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفك في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.